صباح الخير يا حلوين، كيفكن؟ اليوم الفيديو الخامس من سلسلة خطوة خطوة نتعلم معا. الفيديو داعم وفي تمارين لشرح الدرس الثاني من قسم الهندسة النسب المثلثية لزاوية حادة. معكم أنا المدربة لين عبود. يلا أنا وياكم تنبلش تمريننا الأول. انتبهوا معي، تمريننا الأول نحنا أنا وياكم شو قلنا؟ إنه بالنسب المثلثية لزاوية حادة يعني معناتها لازم يخطر عبالنا ساين وكوساين وتانجنت، صح؟ وقوانين واستخداماتهم. ولكن أنا اخترت التمرين الأول يبلش بهالدرس، ولكن طريقة حله تعتمد على مفاهيمنا اللي أنا وياكم أخدينا بصف الثامن. السبب إنه الطالب لازم دائما يكون عنده عصف ذهني واستعداد إنه يستحضر أي معلومة من السنوات السابقة، ما يعتمد حصرا على ما ياخده بالدروس، لأنه نحن سلسلة الرياضيات من صف الأول للمرحلة اللي نحن بندرس فيها متكاملة. ما يقل التمرين الأول عنا مثلثين بيشتركوا اثنيناتهم زاوية واحدة قائمين على توالي بآ وآ فتحة. المثلثين تم إنشاؤهما من خلال مستقيمين متقاطعين بزاوية مشتركة. فضلي خبرينا لماذا ب س على ب س فتحة تساوي النسبة الأخرى أي الكسر الآخر آ س على آ فتحة س فتحة، ويساوي أيضا ب آ على ب آ فتحة. لاحظوا معي، فأنا ليش اخترت هالتمرين باستعاني من الصف الثامن أو السنوات السابقة؟ لحتى نعرف نحن دائما معلوماتنا موجودة بذهننا دائما، مو نعتمد شفنا الرسمة من الوحدة الأولى يلا معلوماتنا بتختار بس من الوحدة الأولى. لا، هذا الشيء ما بيدعم أبدا أو يوصلنا للتفوق. فإذا هون أنا بلاحظ ليش عندي هون قائمين. استحضرت معلومة بتقول العمودان على مستقيم واحد متوازيان. أثبتت التوازي يؤدي منها الكلام أن المثلثين متشابهين بنسبة تشابه ولتكن ك، يؤدي أن النسب المطروحة هي متساوية. انتبهتوا علينا كيف فرهنت؟ رح ارجع عيدهم كتابة. كلام اللي حكيناه شفه هلا رجعنا كتبنا لأن المستقيمين آ س و آ فتحة س فتحة عمودان على ب إكس يؤدي أن المثلثان متشابهان، ومن التشابه يؤدي وبفرض أن نسبة التشابه ك يؤدي أن ب س على ب س فتحة يساوي آ س على آ فتحة س فتحة، ب يساوي ب آ على ب آ فتحة يساوي نسبة التشابه. وهيك نحنا المطلوب منا برهنا. ننتقل أنا وياكم لطلب جديد. ننتقل سوا لطلب تاني عم يخبرني عبر عن ساين الزاوية ب وكوساين الزاوية ب ضمن المثلثين الأول س ب آ ثم س فتحة ب فتحة آ فتحة. طريقة الحل والكتابة، طبعا أنا بالفيديو الأول لشرح الدرس طرحت مجموعة من الأسئلة قد ترد على هذا النمط من الرسمات أو الدروس. رح تلاحظوا أنا وياكم بلشنا في المثلث المطلوب الأول س ب A، كتبنا القانون. هلا بدنا نعوض الرموز. طيب خلينا نروح أنا وياكم لعند المثلث المطروح. أنا رح أظلل المثلث والمعلومات اللي أخذناها بأول فيديو رح أسوي طبقة أنا وياكم. عندنا الزاوية قائمة ضلع الذي يقابلها يدعى الوتر. الزاوية المطلوبة هي والمدروسة هي ب، فإذا ب من خلال اسمها هو مجاور. الضلع الثالث يدعى مقابل. هلا أنا وياكم صار فيني كمل العبارة. المقابل هو س على الوتر ب س. عبر أي بالرموز. طلب مني الشق الثاني أوجد كوساين في هذا المثلث أيضا. لاحظوا أنا لما طبعا بداية الطالب لما بيكتب هو لمنع الخطأ، مع الممارسة والتمارين تلقائيا بصير من دون كتابة. فأنا عندي مجاور على الوتر، مجاور اسم الزاوية المطلوبة ب، فمن اسمها ب إذن ب على ب س. طلب في المثلث الآخر نكتبه أنا وياكم. يلا نقلوني شو
طلب في المثلث الآخر س فتحة ب فتحة. طبعا إذا أخذنا المثلث الكبير أن الزاوية القائمة هي فتحة، فالضلع الذي يقابلها ب س هو الوتر. فهلأ أنا راح أشتغل كتعليم عليه مشان كطالب أعرف. إذا الوتر في المثلث الكبير، وعنا ب فتحة هو المجاور، والمقابل فتحة س فتحة. هلا منعبي بعد ما كتبنا القانون منعبي الرموز أنا وياكم. بيكون عنا في المثلث الكبير ساين هي المقابل فتحة س فتحة على الوتر ب س فتحة، وكوساين هي المجاور ب فتحة على الوتر ب س فتحة. وأنا هلا وياكم كتبناه. رح ننتقل أنا وياكم لمسألة وتمرين جديد. يعطيكم العافية حلوين. انتقلت أنا وياكم لتمرين تاني في أفكار جديدة حاولنا ندخلها بنمط الدرس. ما يقولك لدينا مثلث ب س فهو قائم في المطلوب احسب طول الوتر، علما أن طولي ضلعين القائمين ب الأول 6 س 8. وعين مركز الدائرة المارة برؤوس هذا المثلث وأحسب طول نصف القطر. رح بلش أنا وياكم بالطلب الأول. الحل هو حسب مبرهنة فيثاغورس في المثلث ب س. انتقل أنا وياكم للحل. الحل الأول حسب مبرهنة فيثاغورس في المثلث ب س مربع الوتر يساوي مربع مجموع طولي الضلعين القائمين. في عنا ب زائد س. طبعا ب زائد س من الرسمة، فعنا ب هو 6 للتربيع، إذا 36 ضربنا 6 ضرب 6 زائد 8 التربيع هي 64 حاصل جمعهما 100. نقوم بجذر الطرفين. تربيع بيحذف الجذر. ب س يساوي 10، إذا طول الوتر وهو المطلوب 10. طب ما يخبرني عين مركز الدائرة. أخدينا أنتو بدروس الصف السابع والثامن أن المثلث القائم مركز دائرة المارة في رؤوسه هي منتصف الوتر. فإذا مركز الدائرة المارة برؤوسه هي منتصف الوتر ب س. مقلة عين نصف القطر لهذه الدائرة المارة برؤوسه، إذا هي منتصف ب س. معناتها 10 على 2 بيساوي 5 سنتيمتر. هاي الحل. الطلب الثاني عم بيخبرني احسب كوساين السي وساين السي. طبعا كوساين نحن من خلال الفيديوهات السابقة تعلمنا من قانون هي المجاور على الوتر. فورا انا برجع بستذكر اول فقرة اخذتها بالدرس ان الزاوية قائمة الضلع الذي يقابلها يدعى الوتر، والزاوية المطلوبة هي س. فإذا لدينا ضلعين قائمين س باخد منها س هو المجاور، فإذا الضلع الأخير هو المقابل. ليه كتبنا المقابل هيك؟ هلا بعبي أنا الرموز. إذا المقابل هو المجاور س على الوتر ب س. عوضتهم 8 على 10 بقسم على 2 4 على 5. هلا عنا ساين هي المقابل على الوتر. شفتوا طريقة الكتابة ريحتني. المقابل لأي زاوية لس، إذا المقابل 6 على 10 بعوض الرموز ثم الأعداد مع تبسيط الإجابة.
عوضت الرموز الأجوبة 6/10 بقسم على 2 3/5. ينتقل للشق الأخير طنجن البين. انتبهوا معي هون شو صار عنا، تغير الزاوية المطلوبة، فإذا أكيد رح تتغير المسميات اللي الأضلع القائمة فقط، أما الوتر دائما نفسه. فإذا هلا مين صار عنا مدروس الزاوية؟ ب، وهي أنا مظللتها باللون الأخضر، إذا ب من اسمها ب فهو المجاور. إذا صار عندك هون مجاور، والضلع الآخر هو المقابل. طبعا شو السبب؟ نسبة للزاوية المدروسة. باخد القانون طنجن المقابل على المجاور، عوضت الرموز، عوضت الأعداد، بسطتها، وهيك بيكون انتهى معي الطلب الثاني. ننتقل أنا وياكم للطلب الثالث. احسب محيط ومساحة محيط هو مجموع أطوال أضلاعه، يعني بدي أجمع 6 8 10. مساحة المثلث نوعه قائم، فهي جداء طولي الضلعين القائمين على 2.